ازاي حتى في العزومه اللي كانت مع الحاج جابر بره حسن كان موجود برضو معاهم في بابلو. حسن هل نهال تجرؤ ان هي تروح تتفرج على الشقه هي والحاج جابر؟ وطبعا الحاج جابر على دماغنا من فوق، بس الاختيار الاول والاخير بيكون لنهال والحسن. الحاج جابر ممكن يفهم في ان مثلا الشقه دي كده سعرها حلو ولا لا، يفهم اذا كانت مثلا عمدان، يفهم ان هي حوائط حامله، يفهم ان هي مثلا مباني قديمه ولا مباني جديده. الناس الكبيره بتفهم في الحاجات دي. هل الشقه دي قيمتها تستاهل كده ولا لا، في منطقه تستاهل سعر المتر ده ولا لا. لكن الحاج جابر مالوش ان هو يقول كمساحه حسن موافق عليها ولا لا، كشكل كتشطيب، فلا حسن موجود. الناس اللي بتقول لي طب ازاي يعني معقول يمسك الكاميرا كده وما يطلعش صوت ولا نفس؟ ايوه يا جماعه، هيتعمل له مشكله جامده بالنسبه للجيش بتاعه، مشكله جامده. فهو عباره عن طالع في البتاع كده رينج لايت، رينج ستاند كده، اللي هو انا كاني ماسك الكاميرا، انا حاجه سايلنت كده ما اتكلمش ما انطقش. ولو حتى الناس اللي بتقول ازاي عنده ثبات انفعالي او ماسك نفسه قوي كده ما يتكلمش، في حاجه اسمها مونتاج يا جماعه. ممكن يكون اتكلم في الفيديو مره واثنين وثلاثه، وكل الكلام ده بيتقصص في الفيديو، لما صوته بيظهر هيقص الكلام ده. فحسن موجود، حسن موجود. حته بقى ان هو جاي ومش عاجبه الشقه والكلام ده كله، لا، لان حسن مختار مع نهال. هو بس الغريبه ان الناس ممكن تكون فكرت كده ان النهال كانت بتقول ان الفيو حلو قوي، وان هو في كومباوند حلو قوي وحاجه راقيه جدا، وان ده حلم حياتي، وان الشقه دي انتوا هتشوفوها هتتصدموا. مشكله نهال هي بتأفور، يعني بصوا بتأفور بطريقه ان انت تبقي داخله متحمسه مفكره من رد فعلها ان انت هتلاقي حاجه واو واو واو، حاجه طب الطب، تخشي تقع على جنون رقبتك. يعني حاجه زي المطبخ، انتوا هتشوفوا مطبخ ما اتعملش في مصر، تحسي ان انت هتلاقي مطبخ بينور، مطبخ بيمشي لوحده، في ثلاجه بتروح تجيب لك الحاجات من على الرخامه، وبوتاجاز بيطبخ لوحده وانت نايمه، والغساله بتلم لك الهدوم من الدولاب وتغسل. لما انا اقعد واسمع ان في مطبخ ما اتعملش في مصر بحالها، انا عقلي هيروح لايه؟ يعني في ايه المطبخ ده زياده؟ خشمونيوم، الموتيل، الحاجات المتعارف عليها. مطبخ ايه بقى؟ عباره عن دولاب مطبخ، ضلف جنب بعضها مرصوصه. يعني ايه؟ رخامه جالاكسي، رخامه مثلا براند عالي، ده اقصى حاجه في المطابخ يا جماعه. المطبخ عادي يعني، ما هوش بعجل بيمشي لوحده، مش هجر المطبخ اطبقه، ما هوش مطبخ بيتطبق وبحط اخده معايا في شنطه مطبخ. فان انا افور والناس تبقى قاعده متحمسه يا ترى مطبخ نهال شكله ايه، واخد على قفايا، لا يا جماعه احنا نقلنا في شقه مش هوريكم المطبخ. في ايه يا جدعان؟ طيب تعالوا شوفوا معايا الشقه. شقه يا جماعه طب الطب، لدرجه ان احنا استغربنا هم ليه ما اخدوناش نختار معاهم. احنا متعودين من حوارات في اي فيلا في اي شقه بياخدونا معاهم كده في يوم قبلها، اختاروا معانا يا جماعه، مع انهم بيكونوا اشتروا وخلصوا ومضوا، مش هيستنوا بقى السمسار اللي جايب لهم الفيلا او الشقه على ما يقول لي ايه رايك يا استاذ حسن، او لا والله استنى انا متوقف على تعليقات المتابعين بتوعي، هرد عليك كده ايه، هنزل فيديو بكره كده ان شاء الله او بعده، واشوف الكومنتات بس هيجمعوا على اني رقم شقه، واجي اقول لحضرتك انا اخترت مين. يا صلاه النبي، بتهزروا يا جماعه؟ لما بيعملوا فيديو اختاروا معانا، بيكونوا اوريدي اصلا هم اشتروا وخلصوا، وبيوروكوا بقى عشان انتوا تقولوا عايزين رقم 4، وتتفاجئوا ان هم اختاروا حاجه تانيه خالص خالص. او ساعات من ذكائهم هم اذكياء جدا، بيعرضوا لكم 3 شقق وحشين قوي قوي، ويعرضوا واحده حلوه اللي هي عجبتهم اوريدي واللي هم مضوا عقدها، فكلكم تجمعوا في التعليقات رقم 4 رقم 4 رقم 4، وهم اوريدي اصلا اشتروا رقم 4، لان هي احلى حاجه من اللي هم عارضينها. فانتوا تقولوا ما شاء الله ده اختاروا زي ما احنا اخترنا، ده هم ماشيين على راي المتابعين. محدش هيقعد في سكن على راي متابعين، محدش هيشتري غرفه نوم براي متابعين، محدش هيشتري حاجه لبس براي متابعين. شقتي، عزالي، عفشي، هدومي، انا اللي اختارها لان ده ذوقي انا، مش هختار بذوق حد. يعني صدقوني، بس عشان كل ده بتبقى مشاهدات، كل ده فيديوهات، كل ده محتوى، فما ما ما ما, ما تسرحوش قوي. فحته ان حسن ما عجبوش الشقه علشان حد جابر هو اللي نقاه هو ونهال، لا، حسن كان موجود وحسن اللي مختار. زي ما قلت لكم، حته بس ان نهال افورت قوي في الشقه، ولقينا ان الفيو بتاع العماره اللي هي واخده فيها الشقه، لقيناها ان هي الفيو حتى اللي هي بتوريها لنا وتقول الله تعالوا بصوا معايا على الفيو، لقينا الفيو اللي هو عباره عن عربيات، يعني مش جاردن كده اخضر كده اطلع اشوف حاجه كده مبهجه الصبح، ما هواش بحر، ما هواش حمام سباحه، يعني اطلع ابص على العربيات مركونه، ايه المتعه في كده ان انا اخد فنجان القهوه بتاعتي واطلع اقف على كده. فالناس اتصدمت لان نهال كانت مورياهم حاجه ثانيه خالص. الناس كانت متوقعه هي شقه يا جماعه على فكره اكبر من شقه الحاج جابر،
يعني انا شفت الغرف ما شاء الله ما شاء الله. الغرفه اللي كانت بتوريها لاولاد ام زياد وبتقول لهم دي هتكون اكبر غرفه ليكم، اللهم بارك، كبيره كبيره، الا اذا اللي بيصور بقى عامل عليها زوم. مش عارفه، لانه مش عارفه، بس انا لما بالتصوير اللي باين ان هي كبيره عن شقه الحاج جابر بكتير، وهي ما شاء الله في كومباوند، فيبقى مبلغ عالي، ممكن كمان توصل لحد 10 مليون. يعني الشقه اللي انتم مفكرينها دي توصل ما شاء الله لحد 10 مليون ممكن كمان. فربنا يتم لهم على خير ان شاء الله. بس بقول لكم ان نهال طمعت المتابع قوي ان هو يشوف حاجه واو. دخلنا الشقه ما لقيناش حتى فيها اي ديكور خالص، مش معمول لها اي ديكور خالص، مش معمول لها فيها اي حاجه خالص، عاديه جدا. فان انا اقعد اقول ده انا هوريكي، ده انت هتشوفي، ده انت زي بالظبط ما يكون حد عازمك على اكل ويقول لك ايه انا عامل لك حته عزومه هتيجي ما حدش عزمك عليها قبل كده، فانت تقعدي تقولي ايه العزومه اللي ما حدش عزمني عليها قبل كده دي. العزومات كلها بتبقى فراخ، لحمه، محشي، مكرونه بشاميل، جلاش، سمبوسك، ملوخيه، شوربه لسان عصفور، عصاير، فاكهه، حلويات، كنافه. بس الحاجات اللي هي متدرج عليها. هي هتعزمني ايه يا جدعان على حاجه ما اتعزمتش عليها قبل كده؟ حاجه فوق كده كمان. هتجيب ايه؟ هتطلب لي اكل من بره وبعد كده تروحي تلاقيها عامله محشي وملوخيه وفراخ ومحمره الفراخ كمان، سلقاها محمره مش سويها حتى، فتصدمي تقع على جدور رقبتك. لكن لو من الاول خالص انا ببسط الامور واقول لهم يا جماعه هتشوفوا ان شاء الله الشقه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم، فانا هخش الله جميله، لا يا نهال كان المفروض كذا. لكن اقعد افخم وقد ايه انا جبت حلم عمري، وقد ايه انا جبت حلم حياتي، وقد ايه الشقه احلى من الفيلا بمليون مره. لا، هي الشقه دي ما تتقارنش بالفيلا خالص. هو كموقع افضل ان الفيلا في مكان مقطوع ودي في منطقه سكنيه وحيويه وفيها الخدمات، اوكي لو احنا هنقارن عن كده. لكن لو انا بقارن فيلا خضره حمام سباحه بشقه مقفوله عليا 3 بباب باسانسير بجيران تحتي بيقابلوني على السلم او في الاسانسير، وهتصرف ده وهتصرف دي، ودي صباح الخير وده صباح النور، وفيها كمان ان صوتي وطوا صوتكم احسن جيرانكم يسمعوكوا، لو بتزعقي انت وجوزك ممكن جارتك اللي تحت تسمعك من المنور، يعني من منور او كده، فمفيش خصوصيه. لا الفيلا طبعا احسن، انت مع نفسك فوق قطعوا بعض مرمغوا بعض محدش سامعكم. لكن بنتكلم كفي منطقه هي افضل، لكن كمساحه كخضره كحمام سباحه لا طبعا ما تتقارنش. واحنا بنقول كده مش عشان بنكرر نهال في الشقه، لا احنا عشان هي افورت في رد الفعل، افورت في ان هي جايبه حاجه واو، افورت ان ده حلم عمرها وان هي كانت حلمها تسكن في شقه كانها طول عمرها عايشه في فيلل، وكان نفسها تجرب بقى عيشه الناس الغلابه بقى في شقه. مش هي اصلا طالعه من بيت جدها وستها في اسكندريه في شقه، وعند مامتها برضو في بيت في شقه. فهنا بس اللي كانت الناس مستغربه الموضوع ده. تعالوا بقى ننتقل من موضوع نهال، او نخلينا شويه عند نهال في ان الناس بتقول ان هم بيغيظوا الاء، وان بدات الحاجه سعديه تقول لها انا بحبك يا نهال عشان انت فرفوشه زيي، عشان انت نعنوشه زيي، بتفكريني زي ما انتش كئيبه. فالناس بدات تقول لهم انتوا بتلقحوا على الاء عشان الاء تعبانه ونفسيتها تعبانه وما بقتش تضحك زي الاول، انتوا ليه كده؟ وبالذات لما نهال قالت 5 علينا من العين وخمست بايديها، هنا بدا الناس يقولوا ان هم قاصدين كلام معين. طبعا يا جماعه هم مش قاصدين الاء، هي العيله دي لها اعداء كتير، خلي بالكم لها اعداء بيحاربوهم في كل حاجه، بيحاربوهم في ولاد ام زياد، بيحاربوهم في ان هم قفلوا لهم قنواتهم، بيحاربوهم في حاجات كتير، فان هم بيوجهوا الكلام لناس ثانيه. ليه واخدين الموضوع ان هو الاء زعلانه مع نهال بكل احترام، ما شفناش منهم حاجه، دي لغت المتابعه دي لغت المتابعه، عملوا انفروا لبعض بكل احترام، ما شفناش حد فيهم اتكلم. مستحيل مستحيل عيله الحاج جابر ما هماش بالغباء ده ان هم يطلعوا يلقحوا على مرات ابنهم، ما هماش بالغباء ده ان يخلي المتابع يقول ايه ده، هو انتوا بتلقحوا على الاء؟ يعني انتوا مالكيش كده خير في حد؟ يبقى كلام ابو الاولاد صح، يبقى كلام مش عارفه مين صح، يبقى انتوا مالكوش عزيز، يبقى انتوا مالكوش غالي. هم مش بالغباء ده، هم بيوجهوا الكلام اي لحد وبيلقحوا على حد، بس مش على الاء، عشان تبقوا فاهمين. حته بقى ان هم مقربين من نهال دلوقتي وبيحبوا نهال ومصلحتهم مع نهال. بعض الكومنتات اللي دخلت لها اصل هي ترند، نهال هي اللي يعتبر شايله القنوات برضو، انت مش بتشوفيها بتصور عملت لهم كده الاعلان وطلعت على قناه حوارات من كام يوم ونزلت الفيديو هناك وما خدتوش على قناتها، وهي ترند صورت مع زياد على قناه ام زياد وبتصور معاهم وبتشتغل معاهم، فهم دلوقتي فايده معاهم ان هم يبقوا مع نهال. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش حد شايل قناه حوارات، خلي بالكم قناه حوارات او قناه ام زياد لو مش ولاد ام زياد فيها ونهال فيها والحاجه والحاج جابر، لا هما كلهم يا جماعه بيبقوا مربع كده، مربع كل ضلع مهم، لو ضلع اختفى التوازن بيقل،
وانتوا نفسكم بتلاحظوا تقولوا لا الفيديو ما فيهوش روح عشان ناقصه نهاد، لا الفيديو ما فيهوش روح عشان احنا عايزين الاء. ايه ده، حسن فين، محمد فين، محمود وسحر فين، ولاد ام زياد فين؟ كلهم بيكملوا بعض، مفيش حد شايل قناه حد، كلهم مع بعض ميكس حلو قوي، واحنا حابينهم ان هم يرجعوا مع بعض تاني. مفيش مانع ان نهال يبقى عندها قناتها ومحمد يبقى عنده قناته، يصوروا فيه كعائلات مع بعض كازواج يعني كابلز، لكن نحب نشوفهم كلهم متجمعين على قناه حوارات. يعني انا اتمنى ان يخلوا قناه حوارات دي قناه عائليه، هنشوفهم كلهم مع بعض. واللي حابب يشوف محمد ومراته بس يروح على قناتهم، يشوف نهال وحسن بس يروح على قناتهم، يشوف ولاد ام زياد بس يروح على قناتهم. حابين نشوف الجو الاسري والعيله والالفه والمشاعر الحلوه اللي كانت بتبقى طالعه لنا في الفيديوهات، ندخل على قناه حوارات. ده اللي انا شايفاه. نرجع بقى لاختفاء محمد والاء. اختفاء محمد والاء، وناس كتير جدا بتقول ان لا ده كده بقى محمد ممنوع من التصوير، يبقى ده اتحكم عليه في القضيه واتمنع من التصوير، بالذات ان هم رابطين اختفاء محمود وسحر بان هو الحكومه يعني او الشرطه منعاه من التصوير علشان القواضي اللي عليه. لا يا جماعه، محمد مش ممنوع من التصوير، محمد كان اتحكم عليه ب1,000,000 جنيه وحسن ب1,000,000 وسحر ومحمود 100,000 والحاج 100,000، فهم من الوقت ده وهم محمود هو اللي مش بيطلع، لكن حسن ظهر بصوته قبل كده في الفيديوهات لو تلاحظوا، وظهر اللهم بارك محمد في فيديوهات كتير جدا على قناتهم مع الحاج جابر كمان، هم بينقوا الشقه. فكل ده كان محمد موجود، لو كان هيتمنع من التصوير كان اتمنع من ايام محمود. انا بقول ان محمد مسافر، ما يمنعش محمد عن التصوير في القناه كده، غير ان هو مسافر. الاء تعبانه وانا عارفه انها تعبانه وابتدت كورس علاج جديد، بس تعب الاء مش هيمنع محمد من التصوير، بالعكس كان ممكن يطلع يصور فيديو ويقول دعواتكم الاء وتعالى احنا رايحين لدكتور جديد ويصور لنا العلاج، نفس بالظبط ما وصل ان هو صور لنا الحجامه، صور لنا جلسه العلاج الطبيعي في البيت. فان تعب الاء هو اللي منعه؟ لا لا لا، محمد بيخطط لحاجه، محمد بيعمل يا اما حاجه قويه مفاجاه، يا اما هتكون ان شاء الله السفر. مستنيه رايكم في الكومنتات، احسن اخوات واحلى عيله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي.